أهلا وسهلا بالعائلة. معكم سوسن الكازاوية في قصة جديدة من قلب الواقع المرير اللي كنعيشوه. اليوم بغيت نسولكم واحد السؤال كي يزعزع الوجدان: واش كاين شي خيانة أصعب وأخطر من هديك اللي كتلبس عباية الدين وكتدخل لبيوتنا من باب الله يجيب الشيفة؟ واش عمركم تخيلتوا أنه الإنسان اللي كتحط فيه ثقتك الكاملة باش يعالج ليك أغلى ما عندك يقدر يكون هو الحية اللي كتنفت السم ديالها في العش ديالك؟ اليوم غادي نعاود لكم قصة كتقطع القلب، قصة حميد والنية ديالو، ومليكة والتمثيل ديالها، والراقي اللي باع دينه بدنياه. بقاو معايا حتى الأخر حيت هاد العبرة خصها توصل لكل دار. كان حميد راجل درويش خدام ليل نهار في واحد المصنع باش يوفر لمرته مليكة قاع داكشي اللي تمنات. حميد كان كيشوف مليكة الدنيا وما فيها، ولكن مليكة كانت كتحس بالملل وكانت باغية حياة فيها الإثارة والفلوس بلا تمارة. بدات القصة من اللي مليكة بدات كتمثل إنها مريضة، كتطيح كتغوت، عينيها كيتقلبوا وكتكشكش. حميد مسكين كيطير بها للسبيطارات والأطباء كيقولوا ليه المدام ما عندها والو، جسديا راها مزيانة. هنا مليكة لقات الفرصة فين تلعب اللعبة الكبيرة، بدات كتقول لحميد باللي راه فيها المس وباللي شي حد ضاربها بالعين، والأدهى من هادشي أنها بدات كتنفر منه، ما بقاتش كتخليه يقرب ليها، كتقول ليه غير كنشوفك كيتزير عليا قلبي وكنبغي نتقيأ، هادشي ماشي بخاطري يا حميد، هادشي راه عارض. حميد بحكم النية ديالو وحبه لمرته صدق قاع داكشي، بقى كيسول هنا وهنا حتى نعتو ليه واحد الراقي مشهور بزاف كيقولوا عليه بركته واصلوا للسما. هذا الراقي كان سميتو السي المختار، واحد الراجل كيبان فيه الوقار، لحية بيضة وسبحة في يده وكلامه ديما فيه قال الله وقال الرسول. نهار دا حميد مرته عند المختار كانت مليكة موجدة راسها مزيان، غير دحلات وبدا المختار كيقرأ وهي تبدا تلوى وتغوت بصوت مبحوح كأنها جنية. المختار اللي كان حرايمي وعارف منين توكل الكتف شاف مليكة وشاف حميد وفهم باللي هاد السيدة كتمثل، ولكن هو غادي يستغل هاد التمثيلية لصالحه. خنزر المختار وقال لحميد بصوت فيه الهيبة: يا بني، هاد السيدة عندها سحر تفريق خطير بزاف، هادشي ماشي سهل، والجن اللي ساكنها جن مارد وعاشق وما غاديش يخرج بالساهل. حميد مسكين تخلع وبدا كيرغب في المختار باش يعتقه. هنا المختار كشر على نياب المكر ديالو وقال ليه العلاج كيتطلب جلسات سرية وخلوة، حيت هاد الجن كيتخبى ملي كيكون شي حد غريب حاضر، لازم تجيبها لداري، عندي واحد البيت مخصص للرقية القوية وغادي نخليها عندي حصص طويلة باش نطهرها من هذا الرجس. حميد اللي كان كيثيق في رجل الدين كتر من راسه وافق بلا تردد، وبدات الرحلة ديال الخيانة. مليكة كتمشي عند المختار كل نهار تقريبا، وحميد كيوصلها حتى الباب ويدعي معاها ويرجع لخدمته والدمعة في عينه. داخل بيت الرقية كان السيناريو كيتغير تماما، غير كيسد المختار الباب كتمسح مليكة دموع التماسيح وكيبدا الضحك والنشاط. المختار ومليكة بناو علاقة محرمة تحت غطاء الرقية، وكانوا كيضحكوا على حميد النية اللي كيسحب ليه باللي مرته كتعالج وهي راه في حضن واحد آخر. دازت شهور ومليكة والمختار ولاو شركاء في الجريمة. المختار كان كيوهم حميد باللي العلاج خدام، ولكن خصوا الصدقة والذبائح باش يرضيوا الجن ويخرجوه، وحميد مسكين كيجيب الفلوس من تحت الأرض ويعطيهم ليه. الماكر المختار ما كفاهش هادشي، بدا كيخطط هو ومليكة كيفاش ياخدوا الحميد الدار اللي ساكن فيها، حيت كانت في موقع زوين وتساوي تمن مزيان. كانوا جالسين واحد النهار في الصالون ديال المختار، مليكة شادة يد الراقي وكتقول ليه صافي يا حبيبي، حميد راه ولا بحال الخاتم في صبعي، غادي نقول ليه باللي الجن قال لي باللي السحر مدفون في الصواري ديال الدار ولازم نبيعوها ونخرجوا منها، حيت بقات منحوسة، وهو غادي يصدقني ويبيعها والفلوس نقسموهم ونهربوا أنا وياك. المختار ضحك وقال ليها والله لا برافو عليك، هذاك الراجل راه حمار وبن حمار، كيسحب ليه أنا واللي من أولياء الله، وأنا راه كنتمتع بمرته وبفلوسه. في هذه اللحظة القدر كان عنده رأي آخر. حميد في هذاك النهار كان نسى السوارت ديال الطوموبيل في الصالون ديال المختار ملي وصل مليكة ورجع باش ياخدهم. لقى الباب ديال الزنقة مفتوح، حيث المختار كان كيستنى واحد السخرة دخل حميد بشوية وهو كيعيط يا فتاح يا رزاق، ولكن الصوت ديال الضحك والكلام اللي كان كيتسمع من الصالون خلاه يتسمر في بلاصتو.
وقف حميد ورا الباب وقلبه كيدق بطريقة هستيرية. سمع صوت مرته، ديك الصوت اللي كان كيقول أعوذ بالله، دابا كيضحك ضحكة خليعة وكيتآمر عليه. سمع المختار كيقول غادي نبيعوا الدار وناخدوا رزق هذاك المغفل ونخليوه يديها في الرقية حتى يشيب. حميد حس بحل الصاعقة ضابات راسه، الدنيا دارت به والنية اللي كانت فيه تحولت لبركان ديال الغضب والحزن. دفع الباب بقوة ودخل عليهم، لقاهم في وضعية لا تحسدون عليها. مليكة طار منها العقل والمختار وجهه ولا صفر كالميت. حميد ما غوتش ما ضربش، غير شاف فيهم بواحد النظرة فيها قهر الرجال كاملين، وقال لمرته هذه هي الرقية اللي كنتي كديري، وهادشي هو الدين اللي كتمثل به يا شيخ الضلال. مليكة بدات كتبكي وتطلب، والمختار حاول يهجم على حميد باش يخرجه، ولكن حميد كان ديجا عيط للبوليس حيث كان مسجل كل شيء بالتليفون ديالو وهو ورا الباب. نهاية القصة كانت صادمة للجميع. المختار ومليكة تشوهوا قدام الجيران وقدام الناس اللي كانوا كيثيقوا فيهم، ولقاو راسهم ورا القضبان بتهمة النصب والاحتيال والخيانة الزوجية. أما حميد فخرج من هذه التجربة محطم القلب، ولكن بعينين مفتوحة على الحقيقة المرة. نصيحة سوسن ليكم يا الفاميليا، الشيطان الحقيقي ماشي هداك اللي كنتخيلوه بقرون. الشيطان الحقيقي هو اللي لابس عباية الدين وكينصب على عباد الله بالقرآن والدعاء، وهو أبعد ما يكون على طريق الله. والزوجة اللي كتدخل الغريب لدارها باسم العلاج باش تخون، العقاب ديالها في الدنيا قبل الآخرة، حيث النية ديال الراجل إلا كانت صادقة ربي ما كيخليش صاحبها يضيع، والحق ديما كيبان ولو من وراء 100 حجاب. ردوا بالكم من الشيوخ ديال آخر الزمان ومن القلوب اللي كتمثل التقوى وهي عامرة غدر.